هي اللي ممكن تخلي أن المأمورية صعبة شيئا ما، خاصة على الشق الهجومي. أكيد نتكلم عن أبرز العناصر اللي شفتها شخصيا هي في حراسة المرمى سيف الدين الشرفي. صراحة إذا وصل بن قردان لهذه المرحلة النهائية أعتقد بأن كذلك دور كبير انت مختص في بعض المواضيع. تعرف سيف الدين الشرفي والحارس المفروض هو الحارس النادي الافريقي، وقعت اعارته للنادي الافريقي، وفي شرط في العقد يقول انه في صورة مشاركة هذا اللاعب يقع دفع 50,000 دينار. اعتقد بالنسبة للنادي الافريقي كيف ترى هذا الشرط ربيع؟ موجودة قانونيا العملية؟ غير موجودة قانونيا. عن ما يتحدث الخبراء، رغم كان لدينا الخبراء يرون بأن والله الأفريقي إن كنا نتحدث على الورق، إن كنا نتحدث لوجيك، فإننا نتحدث بأن بلال العيفة رقم 2، فخر الدين سيري رقم 27، علي العابدي 20، عصام الخيري رقم 23، نادر الغندري رقم 18، أمامهم أسامة الدراجي ليقون الجميل التونسية رقم 7، صابر خليفة بالخبرة في الجهة اليسرى. وهنا لدينا الله يسجل على الطاير في مرمى بن قردان. يا دوب 3 دقائق، يا دوب 3 دقائق. يا اخي اسمك صابر ومنتب صابر على الاطلاق بالنسبه للافريقي، يسجل بعد مرور اذا تونس ولاده بكل تاكيد للاسماء للخبراء الفنيين لا شك في ذلك. هنا لدينا مرور في الجهة اليمنى لمصلحة الأفريقي داخل منطقة الجزاء. الكرة تلعب ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. كانت محاولة حاضرة، كانت فرصة موجودة، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب عن طريق إبراهيم شريحي. كانت في اللقطة الماضية شوف العرضية والكرة بنفس الأسلوب، ربما يلعب الأفريقي عن طريق الأطراف وتواجد أكثر. يسمى بعاصمة الجنوب والصفاقس عموما وهي كذلك، لكن نتحدث عن جنوب الجنوب، تحدث عن بن قردان، تحدث عن قرقيس الذي ايضا استطاع ان يحرز هذه البطوله. هل يستطيع بن قردان ان يفعل ذلك ويكون هناك لقبان في جنوب الجنوب بالنسبه لتونس؟ لكن لدينا كره منقوله اماميه فيها شيء. لا 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 الله، كيفاش ضاعت الكرة الماضية يا ماثيو؟ هذه ما تضيع يا ماثيو. صابر بن خليفة عطاك الكرة وقال لك انت وضميرك، لكنه وضع الكرة الى خارج ارضية الملعب ما فيها شيء. لكن اي والله كيفاش ضاعت الكرة الماضية الى خارج الملعب. كرة اي والله شكلها لامست حارس المرمى. وهنا لدينا فرصة خطيرة ايضا لمصلحة الافريقي الى الكرة تبعد وبعد ذلك صافرة موجودة. لكن ايضا كيف ضاعت حتى لو لامست مثلا سيف الدين شرفي. هذه ما تتلمش. اي والله هذه على طول في الشباك يا ماثيو روزيكي. والكرة بعد ذلك الى ركلة زاوية غاية في الخطورة، لكن الكرة لعبت بطريقة ممتازة. هذه الكرة ايضا الماضية الخطيرة التي ابعدها جاكوب يومبي كانت ايضا خطيرة بالنسبة للافريقي. يقترب اي والله وسط الملعب. صابر بن خليفة ينقلها في الجهة اليسرى، ممتاز جدا الاستلام في اللقطة الماضية، لكنها عادت في وسط الملعب لمصلحة الافريقي الذي دائما
ما يحاول دائما، ما يبحث دائما، ما يريد الثاني دائما، ما يكون قريبا من ذلك. الله يا أسامة الدراجي حطلة واحدة من كور زمان، من كور الماضي، حطلة واحدة وكأنما يسدد ثابتة في اللقطة الماضية لكنها إلى خارج أرضية الله. هذه كرة عقل، كرة مخ، كرة راس، كرة أسامة الدراجي في الكرة الماضية. شوف ثبتها وكأنما يسدد ركلة حرة مباشرة على مرمى، تصل في الجهة اليسرى، مرور ممتاز، لا زالت خطيرة، كرة للثاني ولكن وصلت إلى حارس المرمى سيف الدين شرفي. أيضا ماثيو روزيكي كاد أن يضيف هدفا ثانيا لكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى. كرة غاية في الخطورة، لدينا سقوط في أرضية الملعب على ما يبدو. صالح خليفة، شوف الكرة هنا، التمريرة كانت المثالية والكرة أتت بهذه الطريقة إلى، شوف ما فيها شيء طبعا، ما فيها راية، لكن هل خرجت الكرة إلى خارج أرضية الملعب؟ هنا الحل من الحب والعشق والجنون الجملي للنادي الأفريقي. لدينا كرة أمامية خطيرة الآن لاتحاد بن جردان، ممكن ركلة جزاء ولكن حكم اللقاء يرى بأن هناك تمثيل في اللقطة الماضية على بلال الخفيفي. مثل هذه الكرات من الممكن أن تسرق المباراة من النادي الأفريقي، مثل هذه الكرات. بلال الخفيفي بداعي التمثيل خلينا نشوف الإعادة، وفي الإعادة إفادة، هذه صعبة. شوف المسك كان موجود لكن بلال، وكذلك وسام بن يحيى. هنا كرة خطيرة الله للمتخصص في إضاعة الفرص في لقاء اليوم. ماثيو روزيكي يضيع هدفا للأفريقي، يضيع هدف آخر للأفريقي، وهنا محاولة أخرى عن طريق نفس اللاعب ولكنها وصلت إلى حارس المرمى، وصلت إلى حارس المرمى. إذا هذه الكرة، شوف الكرة الماضية، ماثيو للمرة الثانية، الأولى انفراد، الثانية انفراد لكنه لا يسجل. هي الفكرة حلوة، وضعها بطريقة ممتازة لكنها اصطدت بالقائم في الزاوية الأخرى. هكذا فعل ماثيو. يا نادي الشعب، يا مشجعي الأفريقي، يا عشاق العقلية، هكذا فعل ماثيو، أضاع هدفا ثانيا محققا للنادي الأفريقي، لكن هو 90 وهو أحد من لعب للأفريقي أعتقد في مرحلة من المراحل. هنا لدينا الكرة الأمامية لكنها تبعد. بالفعل لعب للأفريقي هو وأكثر من لاعب في تشكيلة بن جردان مثلوا سابقا النادي الأفريقي، واحدهم سيف الدين الجزيري اللي دخل منذ قليل في تشكيلة نادي اتحاد بن جردان. لدينا كرة في وسط الملعب لمصلحة الأفريقي، منقولة في الجهة اليمنى ناحية صابر خليفة لكنها أطول من هنا جماهير الشعب. خلاص الأفريقي هو نادي الشعب، هذه جماهير الشعب، والشعب أمام القائد في هذه المباراة الباجي قائد السبسي. لدينا خطأ لمصلحة الأفريقي،
كرة أمامية تلعب وصافرة النهاية. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الافريقي بطل كأس تونس نسخة 2016-2017 كالعادة جينا من كل مدينة من باب جديد للقصبة للصباغين عالربح نوينا، الافريقي تزهينا وكفى بذلك. أعود إليك هيكل، هكذا كان مشهد الختام لنادي الشعب. وصح شريفتك، تفضل. شوفه الليلة والذي فاز بهذا اللقب صابر بن خليفة صاحب الهدف، هدف الانتصار هنا. والكأس الآن التي ستسلم لصابر خليفة، لكن يقول له لا لا مش أنا. سليم رياح الرئيس هو من يجب أن يكون حاضرا في هذا التسليم. هكذا هي الأمور الآن. صابر بن خليفة ورئيس النادي، إذا مبروك سليم رياحي وصابر بن خليفة الفوز بهذا الكأس تحت أنظار رئيس التونسي ورئيس الحكومة. هو المنظر الختامي يا هيكل. مبروك مرة أخرى لنادي الشعب، النادي الأفريقي. هارد لك لنادي اتحاد بن جردان. أعود إليك بالصوت والصورة، تفضل.